السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جاي اتكلم معاكم عن اخبار اليوم في الكرة العالمية والكرة المصرية. هنبدأ الاول بالاخبار العالمية وبعدين الاخبار المصرية، بس نخش الاول على الانترو ونرجع لكم تاني. نبدأ بالأخبار العالمية الأول. باريس سان جيرمان أعلن عودة كيليان امبابي وأشرف حكيمي للتدريبات مرة أخرى بعد عودتهم طبعا من كأس العالم وفي انتظار عودة ميسي. نتكلم بقى على أخبار كريستيانو رونالدو، وهل هينتقل إلى النصر السعودي ولا؟ في كلام كتير جدا جدا اتقال الفترة اللي فاتت على إن هو هينتقل للنصر السعودي بعقد لمدة سنتين بمبلغ 200 مليون يورو. وفي أخبار إن هو متواجد حاليا في دبي وهيوقع عقده مع النصر السعودي. إسكو يفسخ عقده مع نادي إشبيليا ويبحث عن عرض في يناير القادم. ومن الأخبار العالمية إلى الأخبار المحلية، نبدأ بأخبار النادي الأهلي. وكولر متمسك ببقاء محمد مجدي قفشة مع النادي الأهلي لنهاية الموسم، وبكده محمد مجدي قفشة مستمر مع النادي الأهلي ولم يرحل في يناير القادم. نخش بقى على زياد طارق، واللي بنسبة كبيرة خلاص هيمشي من النادي الأهلي في يناير، وبنسبة كبيرة هينتقل إلى نادي الاتحاد السكندري أو نادي سموحة على سبيل الإعارة، لا اما 6 شهور او سنه لسنتين، ببناء على ان كولر مش محتاجه مع النادي الفتره القادمه، بسبب ان الاهلي هيتعاقد مع اكبر عدد من اللاعبين في يناير القادم. في كلام طالع من النادي الاهلي بيقول ان الاهلي اتعاقد مع لاعبين من بره مصر، لاعب افريقي ولاعب اجنبي في مركز المهاجم ومركز الجناح. الأهلي بدأ تدريباته النهاردة استعدادا لمباراة سموحة يوم الأحد القادم إن شاء الله الساعة 7، ويشارك في تدريبات الناشئين يوسف سيد معوض ومحمد شرقية ومحمد أحمد بناء على طلب كولر. نخش بقى كده على نادي الزمالك ونبدأ بأحمد سيد زيزو. أحمد سيد زيزو رفض جائزة مباراة الزمالك وحرس الحدود بالأمس، وبكده هو هيتغرم من رابطة الأندية. نخش بقى كده على مباراة الدوري المصري. كانت مباراة واحدة النهاردة ما بين النادي المصري البورسعيدي والمقاولون العرب، وانتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما. سجل أهداف لمقاولون العرب محمد سالم وعبد الرحمن خالد، وأهداف نادي المصري فرانك وإلياس الجلاسي، ليصبح المقاولون العرب في المركز الثامن ب11 نقطة، والمصري البورسعيدي في المركز العاشر ب8 نقاط. مفيش مباريات غدا في الدوري المصري، وهيبدأ المباريات من الجمعة القادمة إن شاء الله. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أشكركم، مع السلامة.